ويهمك تعرف فدول 3 حاجات من الحاجات اللي بيتم السيطرة بيهم عليك. أول حاجة الشهوات، الملذات، الجنس الآخر، الفلوس. يطلع لك واحد كده كل كام يوم يقول لك شفت أنا معايا قد إيه وعملت قد إيه، يا فقير يا اللي مش عارف تعمل زي اللي أنا عملته، وهكذا. مخدرات، شرب، أي حاجة تعلي الأدرينالين والدوبامين، وخد من ده كتير. الهدف من ده إضاعة وقتك وإهدار طاقتك علشان تبقى زي الورقة الناشفة، أي شوية هوا يقدروا يتحكموا فيها. تاني حاجة الخوف، أخبار سلبية كتير وتهويل مستمر لحد ما يفقدك الأمل، يحسسك إن مفيش أمل، كل حاجة وحشة. أنت إزاي ما تعرفش عن الزلزال اللي في المكان الفلاني؟ إزاي ما سمعتش عن البركان اللي في المكان العلاني؟ أنت مش عايش معانا ولا إيه؟ وهكذا. يخوفك فيسيطر عليك، فيفضل معلقك على أمل إنك تسمع خبر حلو من نفس المصدر اللي خوفك، وده ما بيحصلش. واعتقد موضوع الخوف ده احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده من حوالي 1.5 سنة في موضوع صحافة السلام ده، لو فاكرين طبعا. ثالث حاجة التزييف او الخداع، يزيف لك اي حقيقة لحد ما تبدأ تشك في كل حاجة حواليك، يسخر من اي حد بيتكلم في الحق او الصدق او العدل، علشان انت بدورك بعد كده تقلل من قيمة اي حاجة جدية. تعمل ده بعد كده بالعقل الجمعي وتسخر من اي حد بيتكلم في الصح. مثال بسيط جدا على ده الشباب الكتير قوي دلوقتي اللي بنسمعهم بيقولوا الفلوس والواسطة هما اللي هيوصلوك للنجاح، أما الكفاح والنجاح فدول قريتين مش عارف فين كده. خد بالك من الكلام ده كويس، لأن نفس الناس دول لما بيلاقوا واحد ربنا فتح عليه وسافر وعايش حياته بيلف الدنيا واتعلم، كلهم بيسألوا نفس السؤال: عملها ازاي؟ المفاجأة بقى إن هو لو ما عملهاش بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى واجتهاده وسعيه، أكيد ما عملهاش بالواسطة. خد بالك كويس من اللي حواليك واللي بيحاولوا يسيطروا عليك، علشان انت في ده السلعة. حرر ده علشان تنجو، علشان لو اي حد بيمارس حاجة عليك تكون فاهم بيعمل ايه، علشان انت كمان حتى لو عملت حاجة من الحاجات دي بعد كده تكون عارف بتعمل ايه، ليه، ولحد امتى. سلام.